تخيل كده انت واقف في الطوارئ وجالك عيان عنده 65 سنة وفجأة كولابسد. العيان ده قبل ما يكولابس كان في عنده severe chest pain، والchest pain ده بيوصفه ان هو بيراديت للباك. هتعامل مع العيان ده ازاي؟ في ال5 دقايق اللي جايين هتعرف نوعين من اهم انواع الايورتيك ديزيز اللي ما ينفعش ما تكونش عارفهم وانت واقف في الANE. اول حاجة عندنا هي الايورتيك دايسكشن، والعيان ده بيكون فوق ال50 سنة وبيكون جاي بأكيد onset sudden severe chest pain. الchest pain ده بيوصفه ان هو بيكون tearing chest pain، كأن حاجة بتمزع موجودة في صدره. الchest pain ده بيراديت للباك، بتيجي تقيس البلود بريشر بتاعه بتلاقيه ان هو unequal على الناحيتين. في الغالب بنعتبر unequality في البلود بريشر ده لو كان العيان نون ان هو hypertensive، فلازم يكون في بلود بريشر discrepancy ما بين الناحيتين اكتر من 30 ملم ميركوري. انما لو كان العيان ده مش نون ان هو hypertensive، فبنعتبر الفرق ما بين البلود بريشر لازم يكون اكتر من 20 ملم ميركوري. فنفترض ان العيان ده مش نون ان هو هايبرتنسيف، جاي لك بصدن اكيد onset chest pain radiating للباك، بتقيس البلود بريشر بتاعه لقيته ان هو unequal. ساعات كمان بيكون في معاه unequal pulse. المشكله بقى انه ساعات العيان ده بيكون معاه neurological symptoms، بمعنى ان هو ممكن يكون في موجود weakness موجود على ناحيه واحده، او ممكن يكون في symptoms تانية للستروك. وفي بعض الاوقات لو الدايسكشن ده حصل في جزء قريب جدا من الايورتيك فالف، فممكن ينفولف الايورتيك فالف كمان ويحصل aortic regurg murmur. ولو الموضوع اتطور اكتر وحصل انه في رابشر للايورتيك دايسكشن، العيان بيبقى شوكت. وهنا نيجي لسؤال مهم جدا انا جاوبته في الكلمتين اللي انا قلتهم قبل كده. لما العيان ده هيكون جاي لي بنيورولوجيكال سيمبتومز، انا هفرق ما بينه ازاي وما بين الستروك؟ ما هو لو العيان لو جاي لي بنيورولوجيكال سيمبتومز، انا همشي معاه في سكه ان هو هيكون ستروك، وان انا هعمل له سي تي برين. مش هلاقي ان في بليدنج، هقوم راح مديله الاسبرين الجميل بتاعه، بزود البليدنج بتاعه كمان، وانا بعد كده بحضر لي مثلا السي تي انجيو او وريفر انا هعمل ايه في الانفستيجيشنز بتاعتي على اساس ان هو ستروك، والعيان عمال بيبليد من تحت وانت مركز في جزء تاني خالص. طيب هنفرق ما بينهم ازاي؟ التفرقه ما بينهم ان هو عيان الدايسكشن بيكون جاي لك ببين، عيان الستروك الغالب ما بيكونش جاي ببين خالص، خاصه عيان الدايسكشن هيبقى فيه تشيست بين، انما الستروك هيجي بتشيست بين ليه؟ طيب هنتعامل ازاي مع العيان ده؟ هنمشي بالاي بي سي دي ابروتش. لو في اي حاجه ريسستيشن محتاجه ان يتعمل له بتتعمل له. انا هنا مش جاي اتكلم عن الريسستيشن بتاع العيان ده هيكون عامل ازاي، ولكن مهم جدا وانت بتعمل انفستيجيشنز للعيان ده انك انت تكسكلود الام اي، لان زي ما قلنا العيان ده جاي بتشيست بين. فيبقى في البلودز اللي انت هتعملها له مهم جدا انك انت تسحب التروبونين. مهم جدا العيان ده يتعمل له اي سي جي، الاي سي جي عشان نشوف لو في اي اس تي اليفيشن او اي سي جي سكيميك تشينجز. من الحاجات المهمه جدا يا جماعه في اي عيان جاي لك بتشيست بين، خاصه عيان زي ده، انك انت محتاج تعمل شيست اكس راي. في الشيست اكس راي بنبص على الميدياستاينم، لو في وايد ميدياستاينم ده بيرجح لنا ان هو ممكن يكون ايورتيك دايسكشن او رابشرد انيوريزم. والجولد ستاندرد سكان اللي ما ينفعش نستغنى عنه هو السي تي انجيو. الصبغه هي اللي هتوضح لنا اذا كان في دايسكشن، الليفل بتاع الدايسكشن بالظبط فين، هل هو في الاسندنج ايورتا، هل هو في الديسندنج ايورتا، هل هو في الارش. على اساس الكلام ده هنتعامل معاه اذا كان هو هيكون سيرجيكال او هيكون مجرد بس ميديكال تريتمنت. طيب علاج العيان ده، واللي هي حاجه اندر ريتد جدا في الطوارئ، هو كنترول البين. العيان ده جاي بسيفير تيرنج بين، اول حاجه لازم تديله البين ريليف. والبين ريليف هنا مش مجرد بس باراسيتامول او غيره، البين ريليف هنا لازم يكون حاجه سترونج اوبيويد، ممكن تديله مورفين. تاني حاجه انه احنا لازم نكنترول البلود بريشر بتاعه. طيب هنكنترول البلود بريشر بتاعه ازاي؟ عن طريق الاي في بيتا بلوكر اللي هو اللابيتالول. طيب الاي سي سي اللي هي جمعيه القلب الامريكيه بتريكومند او بتقول لنا ان احنا لازم نكنترول البلود بريشر بحيث ان هو يكون اقل من 120 ملم ميركوري، وان يكون الهارت ريت ما بين 60 ل 80 بيت بير مينت، وطبعا urgent surgery. وبكده يبقى عرفنا اول نوع من الايورتيك ديزيز اللي لازم نكون عارفين البرزنتيشن بتاعها كويس، وهو الايورتيك دايسكشن. لو وصلت للجزء ده من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لنا لايك عشان نساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الاطباء الجونيورز اللي ممكن الفيديو ده يكون سبب في انهم ينقذوا حياة مريض. ودلوقتي هنيجي للنوع الثاني من انواع الايورتيك ديزيز اللي ما ينفعش ما تكونش عارفها في الANE. النوع ده وهو الابدومينال ايورتيك انيوريزم. وده عيان بيكون مخادع جدا، ممكن يكون جايلك بس بابدومينال بين، او ممكن يكون جايلك بفلانك بين وانت تفتكره ان هو مجرد رينال كوليك او ان هو يوريتريك ستون، وبتديله الميديكيشن بتاعه او بتعمل السي تي بتاعه على اساس ان هو مش حاجه ايرجنت، ممكن تكون هتعمله تاني يوم او كده، والعيان اوريدي في ابدومينال ايورتيك انيوريزم، في هاي possibility ان
ان هو ممكن يرابشر والعيان يضاي بسبب انك انت ما حطيتش في الاحتمالات بتاعتك ان هو ممكن يكون aortic aneurysm. لذلك الخطير في الابدومينال aortic aneurysm ان هو لما بيرابشر البرزنتيشن بتاع العيان ان هو يكون severe abdominal pain. لما بتيجي تعمل inspection وانت بتعمل abdominal examination واللي كتير جدا مننا بيفوتوه، انت هتلاقي ان في pulsating abdominal mass plus ان هو لو حصل رابشر العيان ده بيكون hypotensive. محتاج وانت بتعمل examination كمان انك تحط ايدك على الفيمورال pulse. هتلاقي ان هو في حاجه اسمها radio femoral delay، يعني لو احنا حاطين ايدنا على الراديال pulse وفي نفس الوقت على الفيمورال pulse بيكون في delay في الفيمورال pulse. لذلك القاعده بتقول اي عيان اكتر من 50 سنه وجاي لك بابدومينال بين او فلانك بين او باك بين، مهم جدا لازم انك انت تكسكلود الابدومينال aortic aneurysm as a cause of the pain until proven otherwise. لذلك مهم جدا انك انت كطبيب طوارئ تكون عندك مهاره استخدام bedside ultrasound. هيساعدك جدا في تشخيص العيان اللي جاي لك بابدومينال aortic aneurysm. انت بس هتستيك البروب، هتشوف الدايمتر بتاع الايورتا، هتسسبكت اذا كان في aortic aneurysm ولا لا حسب القياسات اللي هقول لك عليها دلوقتي. النايس جايد لاينز بتقول لنا انه النورمال دايمتر بتاع الايورتا ان هو يكون اقل من 3 سنتيمتر. طيب اذا كان اكتر من 3 سنتيمتر من 3 ل 4.5 ساعتها احنا بنتكلم في aortic aneurysm. ده هيكون محتاج investigations اكتر، محتاج فولو اب، والدنيا ممكن تكون مستقرة الى حد ما. ولكن لو الايورتيك انيوريزم وصل اكتر من 5.5 يبقى ساعتها العيان ده فور سيرجيكال ريبير، مفيش اي حل تاني. طيب هنتعامل مع العيان ده ازاي؟ زي اي عيان كريتيكال بتمشي بالاي بي سي دي ابروتش بتاعك. اذا كان العيان انستيبل يبقى لازم نعمل ابدومينال التراساوند علشان نشوف اذا كان في ابدومينال انيوريزم، اذا كان في رابشر او لا. اما اذا كان العيان ستيبل الى حد ما فساعتها بتعمل السي تي ايورتوجرام. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عايز تعرف 5 ريد فلاجز العيان اللي جاي بيشتكي من صداع وما ينفعش ما تكونش عارفهم في الاي ان اي اتفرج على الفيديو ده.